ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ الناس المهتمية بالشأن الاقتصادي واللي بيحصل حوالينا في العالم وطبعا بالتأكيد بيأثر على السوق المصري سواء بشكل أو آخر. تابع امبارح اجتماع البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، والأهم منه الكلمة بتاعت جون باول رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بعد الاجتماع. امبارح البنك الفيدرالي الأمريكي زي أداة توقع الفايدة متوقعت بنسبة 62% إن هو هيخفض 50%. خفض فعلا 50% عشان تصبح الفايدة الأمريكية من 4.75 ل5، يعني خفض 50 نقطة أساس. 50 نقطة أساس ده رقم كبير، احنا كنا بنتكلم على أول تخفيض يحصل في أمريكا تقريبا من سنتين، ودي سلسلة تخفيضات هتحصل بعد كده. أول ما حصل القرار ده وطلع القرار إن هم خفضوا 50 نقطة أساس، الأونصة العالمية رفعت على طول في ساعتها، وصلت ل 2600 دولار. وبعد كده حصلت موجة من جني الأرباح، وخصوصا مع الكلمات اللي حصلت من جون باولز الرئيس الفيدرالي الأمريكي. هنشوف دلوقتي بقى الكلمات اللي هو قال إيه بالظبط، وهنعرف القرار ده ليه تأثيره على إيه، على السوق المصري عندنا، وعلى الأسعار عندنا الفترة اللي جاية، وعلى الأسعار العالمية بشكل عام. موقع انفستنج كوم بيقول لك أهم التصريحات اللي قالها الرئيس الفيدرالي الأمريكي: توقعاتنا المستقبلية ليست خطة أو قرار، إنها قرارات وتوقعات لحظية يمكن التفاعل مع التغييرات، ولدى الفيدرالي خطة للتعامل مع أي إشارة تضخمية أو ركودية. يعني الفيدرالي الأمريكي برضو بيقول للناس إن إحنا ده مش تخفيض أخير، ممكن الفترة اللي جاية نثبت، ممكن نعلي حسب المتغيرات اللي هتحصل. يمكننا التعامل مع أي تباطؤ مبالغ فيه في السوق العمل، وحتى الآن المستويات لا تزال جيدة. مخاطر التضخم انخفضت، ومخاطر هدوء سوق العمل ارتفعت، وهو الدافع وراء قرارنا. يعني ايه؟ يعني التضخم الامريكي نسبته بدأت تقل شوية، بس المشكلة اللي حصلت لما حصل التقرير بتاع الوظائف الأمريكية اللي قال إن في نسبة البطالة زادت شوية، فعشان كده الفدرالي الأمريكي قرر يخفض سعر الفايدة. لما يخفض سعر الفايدة في البنوك، إيه اللي هيحصل؟ المستثمرين هيسحبوا فلوسهم في البنوك ويرجعوا يضخوها في مشاريع استثمارية تاني في البلد، فيحتاجوا موظفين، وبالتالي الوظائف نسبتها ترجع تزيد، فالموضوع البطالة ده تبدأ نسبته تقل. قال ايه تاني بقى؟ قال اذا حافظ الاقتصاد على صلابته وصعوده، وكذلك تفاعل التضخم بشكل سلبي ولم ينخفض، يمكننا اعتماد سياسة نقدية أبطأ في التحول للتيسير النقدي. الكلمة دي بقى مهمة قوي. يعني قال لو التضخم فضل زي ما هو عالي او ما نزلش بنسبة كبيرة قوي، ممكن ان احنا سياسه تيسير النقد، ان هو سياسه ان هو يبدا يقلل الفايده، يعني ناخدها بشكل ابطا شويه لغايه لما نسبه التضخم تبدا تقل. وقال كمان يمكننا التحرك في خفض اسعار الفائده بسرعه عاليه او منخفضه، او تعطيل عمليه التحول والتيسير النقدي. كل ما يهم هو السياق الاقتصادي والبيانات، وناخذ قراراتنا في كل اجتماع على حده. ويقول كمان ده شيء في توقعاتنا المستقبليه يشير اننا في عجله لعمل شيء، يعني مفيش حاجه في المستقبل بتقول ان احنا لما نعمل حاجه بسرعه. يعني شبح الركود التضخمي، وشبح ان العالم داخل في ازمه تضخميه وفي حاله ركود، قال لك لا، احنا كل الكلام ده احنا ما عندناش تسرع ان احنا نعمل حاجه بسرعه. احنا اهم حاجه عندنا نسبه التضخم، اهم حاجه عندنا الركود، اهم حاجه عندنا الوظائف. كل ده حاجه لازم تمشي لوحدها عشان خاطر ناخد القرار بتاعنا صح. وقال بقى ان احنا ليه خفضنا 50 نقطة اساس بالذات. قال باولز ان كثير من البيانات ظهرت حتى في بيان الصمت الفيدرالي، وكذلك جاءت بيانات التوظيف انخفاض مليون وظيفة عن القراءة في 24 شهر. لذا رأينا ان الخفض في 50 نقطة اساس كان القرار الاصح، زي ما احنا قلنا، عشان خاطر بيانات التوظيف. بيقول كمان ان لا يجب على اي شخص ان هو يشوف اللي حصل النهارده ان احنا خفضنا 50 نقطة اساس ان هو ده الطريقة اللي هتمشي بيها في الاجتماعات الجاية، ان احنا نقعد كل اجتماع نخفض 50 نقطة اساس يعني. وبيبرر موضوع انخفاض نسبة الوظائف دي ان مفيش ارتفاعات في الاقالات، الناس ما اترفدتش كتير من شغلها، وان الهجرة، الناس اللي بتهاجر امريكا كتير، هي واحدة من العوامل التي سمحت بمعدل البطالة في الارتفاع. وبيقول كمان ان قطاعات العقارات والايجارات في امريكا بدأ سعره في الهبوط شوية، بس مش زي ما هو كان متخيل، وان هو هيشوف الموضوع ده وهيبدأ يراقبه الفترة اللي جاية. بعد ما كلمة جون باولز خلصت على طول، احنا دخلنا في موجة كبيرة من التصحيح. يعني الذهب بعد ما وصل 2600 دولار والأوقية، دلوقتي بيسجل 2574 دولار. وبعد ما وصل في مصر سمعنا انه وصل 3600 جنيه اول ما الكلمه ما خلصت، ورفع على طول 2600 دولار الاوكيه، ما سماش يعني. دلوقتي انا بسجل الفيديو عيار 21 عامل 2465، وللبيع 2485. خلي بالكم الفرق بين البيع والشراء 20 جنيه، يعني التاجر بيتحوط ب 20 جنيه. ده غير ان هو كمان بيتحوط بان هو بيبيع الذهب اقل من سعر الدولار الرسمي. يعني سعر الدولار الرسمي النهارده في البنوك عامل 48 جنيه 56 قرش، سعر الدولار المحسوب في الذهب 47 جنيه 95 قرش. يعني تقريبا احنا بنتكلم
في 65 قرش فرق بين الدولار الرسمي ودولار البنك. معنى كده ان الصاغة عندنا في مصر هنا مش متفائلة ان هيبقى فيه مزيد من ارتفاعات في الاسعار، متوقعة ان ممكن يحصل برضو خفض في الاسعار الفترة اللي جاية. طب ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ اللي حصل ان الدولار بتاع الذهب كان اوريدي متقاوم ان الدولار الامريكي هيخفض 50 نقطة اساس، والاسعار كانت محطوطة على الاساس ده. بنتكلم من اول 2520 2550 لغايه 2600، كل ده مقاوم من ان هو هيخفض 50 نقطه اساس، ولازم تحصل موجه من جني الارباح. جني الارباح ان الناس تبدا تبيع عشان تكسب وتدخل فلوس. ولو احنا جينا نقرا من بين السطور الكلام اللي كان بيتقال الفتره اللي فاتت ان العالم كله هيخش في ركود وهيخش في ركود تضخمي والاقتصاد الامريكي هيبدا ينهار، اللي بيتابع اسعار الذهب النهارده وامبارح هيعرف ان الكلام ده بدا يبقى ضعيف شويه او النسب بتاعته تبقى ضعيفه شويه. اسعار الذهب تعتبر بدات تمشي في حته مستقره، ما وصلتش للدعم اللي هو 2600 دولار وراحت مكمله لفوق، لا وصلت للدعم ده ودخلت في موجه كبيره من التصحيح. احنا بنتكلم لغايه دلوقتي نزلت 25 دولار، وده اللي انا كنت بتكلم فيه ان الدولار الفتره اللي فاتت او سعر اونصه الذهب الفتره اللي فاتت داخل في سعرها ان الدولار الامريكي هينزل 50% مش 25%. عشان كده لما صدر القرار 50% الناس اللي اشترت دي حبت بقى تطلع بيه شويه وتبدا ايه تجني ارباح الفتره اللي فاتت. طب ده معناه ايه؟ معناه كده ان خلاص لعبه الذهب خلصت؟ لا، الذهب لسه قدامه شويه، يعني ممكن الذهب يوصل معانا لغايه 2700 دولار، بس الكلام ده حسب القرارات اللي هياخدها في الدولار الامريكي الفتره اللي جايه وحسب الدعم اللي هيقف عنده الذهب. يعني دلوقتي الذهب واقف على 2575، لو نزل الذهب ل 2520 ولعب في المنطقه دي وجه قبل قرار الفدرالي الامريكي مثلا زاد 40 50 دولار او 60 دولار، ساعتها لما الفدرالي الامريكي يطلع وينزل 25 نقطه اساس تاني هيبدا الذهب يرجع تاني مثلا 10 او 20 او 30 دولار ورا. هي دي اللعبه، الدعم بتاع الذهب ان هو ما يكسرش معانا ل 2480 دولار. طول ما هو فوق النقطه دي هيفضل يلعب رايح جاي معانا، الا بقى لا قدر الله حصلت حرب كبيره او حصلت تطورات كبيره في المنطقه ما يبقاش ليها دعوه بالاقتصاد الامريكي او ليها دعوه بسياسه الفائده الامريكيه، ساعتها ممكن نشوف الذهب يرجع يكسر مستويات ال 2600 دولار تاني. طب بالنسبه لمصر بعيد عن الذهب، القرار ده هيأثر علينا ايه في السوق المصري؟ دلوقتي امريكا لما رفعت الفايده وصلتها 5.25% سحبت سيوله دولاريه من كل المستثمرين من العالم كله وبدات تضخها في امريكا. بلد الدولار المطبعه عندها زي الفل، انا ليه اوجع دماغي مع بلد ناميه المخاطر عندها عاليه وبتاع؟ لا انا احط يا باشا واخد ال 5.25% بتوعي انا قاعد برنس. لما امريكا دلوقتي بدات تقلل سعر الفايده عندها، الاموال دي هتبدا تشوف منفذ تاني عندها ترجع تستثمر اللي احنا بنسميها الهوت ماني او الاموال الساخنه. هترجع الاموال الساخنه تشتغل تاني في الاسواق الخارجيه عندنا، وهترجع نشوف فيها اسواق جديده الفتره اللي جايه، ويبقى في زياده في العرض من الاموال الساخنه، وبالتالي ممكن مصر تبدا تقلل الفايده اللي بتديها الاموال الساخنه الفتره اللي جايه. ومع كثره العرض في الاموال الساخنه اللي هتبقى موجوده في السوق المصري، ممكن مصر ساعتها تبدا تخفض سعر الدولار في البنك، يلعب من متراوح من 45 جنيه لغايه 47 جنيه، لغايه لما يحصل صفقه كبيره او حاجه كبيره ممكن الدولار ساعتها ينزل كمان سعره اقل من كده شويه. كل التوقعات دي في حاله ان شاء الله لما يحصلش اي توتر او اي قلق في المنطقه الفتره اللي جايه. ده كان كل حاجه حبيت اشاركها معاكم بالنسبه لاجتماع الفدرالي الامريكي اللي حصل امبارح وكلمه جون باوز اللي حصلت بعد الاجتماع. انا حبيت استنى شويه لغايه لما اتابع القرارات واتابع الاسعار هتحصل فيها ايه امبارح والنهارده قبل ما نطلع نتكلم مع بعض شويه. ولو عجبك الفيديو متنساش لايك وتشترك في القناه، ننزل تبص بصه في الفيديوهات اللي فاتت، واشوفكم الفيديو الجاي. معاكم مؤمن سعيد، سلام.